رودريجو يخسر كورته، يرجع يفكها امام خماس، والحكم يخلي مبدأ تحت البرصة. لوكاس فاسكيز. الديناميكية والحركية مدريدية في انتظار الاهداف القوية. هذا مارتشيلو على اليسار، مارتشيلو رونالدو يسدد جول 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 جول. هو رونالدو تورنادو، رونالدو يا ناس، منه يخاف كل الحراس. كريستيانو اكبر قناص، امبراطور في الكرة، شوية عليك اي الالقاب تواتيك، حاكم حكام الكرة. يكفيك يمينية برتغالية في الشباك البرازيلية لدياغو الفاس. رونالدو نجم الامتياز، الامبراطورية الكروية ان تكلمنا عليها فهي مدريدية ملكية. تاريخ مجيد، حاضر تليد، وايام الملكي عيد. ريال تصل الان للوكاس او رونالدو يحاول المرور، رونالدو يوزع، وكريم عبد النور. لا من المفترض وانه لا يقبل هذا الهدف. اصابه لايمن عبد النور. وينه طبيب الفريق؟ اين هو طبيب الفريق يا ساده؟ مش معقول بصراحه. مع احترامي للريال، اصابه ايمن عبد النور على مستوى الراس او امامنا قبل هدف كريم بنزيما. هدفان ل0 للريال باقدام الدولي الفرنسي كريم. هذه الاعاده هروب لرونالدو، وكريم انذاك كان في موقع متسلل، ثم الاصابه بالنيران الصديقه مع مصطفي، وهنا كريم مره اخرى يعود من موقف متسلل ويسجل الهدف الثاني امام عيون دافيد بوربالان. ما الذي يجري فوق الميدان؟ دافيد فرنانديز بوربالان يحتسب هدف للريال، هو الثاني.